ياسين عمل ايه؟ ندى ابوس رجلك، انا عندي انترفيو كمان 5 دقايق. طب ما تروح انت. يعني ايه؟ انت اللي مش فاضيه وانا اللي فاضي يعني؟ طب اهدي بس يا ندى. قولي لعمر يروح لهم المدرسه، مش دايما كان بيروح في اي مشكله؟ مستر شريف، مستر مجدي في انتظار حضرتك. حالا. ندى انا لازم اقوم دلوقتي حالا. اعملي اللي قلت لك عليه. سلام. شكرا. صباح الخير يا مجدي. صباح الخير يا شريف، اتفضل. على فكرة أنا زعلان منك جدا. خير، انا ما اقدرش على زعلك. السكرتيرة لما قالت لي إنك استنيت بره كتير زعلت. هو أنت غريب يا راجل، ده إحنا عشرة بقالنا كام سنة. والله يا مجدي انا عارف مشاغلك وما رضيتش اعطلك يعني. طول عمرك تعرف الذوق وبتفهم في الأصول يا شريف. ثانك يو فيري ماتش. طبعا يا مجدي انت عارف اللي حصل في المنتجع اللي انا كنت بشتغل فيه. أيوه، وصلتني الأخبار وزعلت. بس على فكرة أنا ياما حذرت خالد بيه. الله يخرب بيته. ياما حذرته من موضوع القروض اللي من البنوك دي اللي عمالة على بطال. عندك حق. المشكله انه ما كانش بيستشير حد في قراراته ابدا، بياخد قراراته لوحده كده. ما علينا. بص يا مجدي، انا كنت جاي وقصدك في خدمه. أمرني يا شريف. انا مستعد انضم لفريق عمل الشركه في اي مكان تختاروه لي يعني، عشان نرفع من مستوى الشركه واديكوا كل خبرتي. يا سلام، ده احنا اللي يشرفنا ويسعدنا انضمام مدير عنده كفاءة وخبرة زيك. ثانك يو. دي كومبلمنت طبعا. دي مش مجاملة، أنا بوفيك حقك يا شريف، أنت ليك خبرة كبيرة في المجال ده. بس الحقيقة في مشكلة صغيرة يعني. خير. المناصب القيادية عندنا في الشركة كلها متسكنة، ما عنديش منصب واحد فاضي. طبعا انت ليك مكانتك في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، فما اقدرش انزلك في وظيفة أقل، أكيد انت مش هترضى. ده زائد ان المرتب مش قد كده مقارنة بالمرتب اللي كنت بتاخده في المنتجع. طبعا يا مجدي انا فاهم قصدك. عموما اديني مهلة كده كام شهر، احنا الشركة ان شاء الله بتفكر. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.